السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. معكم فاطمه الزهراء من وصفات ام يحيى وعليا. اليوم جيتكم بفيديو جديد بواحد الشوربه، واحد الحساء بالكروفيت وبالقرعه خضراء كورجيت، بواحد المقادير بسيطه. كتجي زوينه هاد الشوربه، تبدلوا بها الحريره في هاد رمضان. وجيتكم بواحد التحليه اللي كتجي زوينه، واحد الفلان رائع. ونبداو بسم الله، توكلت على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندوزو هنا المقادير. عندي بصله خضراء، بصله خضريه، 3 ديال البصلات ولا جوج ولا. عندي شويه الزيت البلديه، عندي واحد 2 بطاطات كبار قطعتهم طريفات صغار. عندي 2 ديال الكورجيت ديال قرعه خضراء، عندي شويه ديال الكروفيت، عندي واحد المربع ديال الشعريه الروز، شعريه صينيه. عندي شويه الملحه وشويه البزار. وعندي دوك القشور ديال الكروفيت غادي نغليهم في الماء باش نرقد فيه ديك الشعريه الصينيه. وغادي نبداو بسم الله، نديروا المقادير في الطنجره. غادي ناخذ الزيت، نديرها في الطنجره ديالي اللي غادي نقلي فيها ديك البصله. شويه ديال الزيت، واحد 2 المعالق كبار زيت بلديه او زيت نباتيه. غادي ندير ديك البصله الخضراء، بصله خضاريه ديال الربطه، كتجي زوينه بزاف في هاد لاصوب. غادي ندير الملحه، كل واحد يدير الملحه على قياسو. ها نتوما كما كتشوفوا. غادي ندير البزار، هنا كثرت شويه البزار، تقريبا واحد نص معلقه، نص معلقه صغيره، باش تجي فيها ديك النغمه ديال الحروره شويه، باش كتجي زوينه. غادي نحرك ديك البصيله مع ديك العطريه وداك الزيت، وغادي نديرها فوق البوطه باش تشحر. غادي نشعل عليها النار وغادي نشحرها، غادي نغطي عليها باش دغيا تدبل لينا ديك البصله. ها نتوما هاد لاصوب كتجيب هاد البصله خضاريه زوينه بزاف. واللي ما الا ما كايناش بغى الواحد يدير البصله الاخرى، بصله حمراء ولا البصله بيضاء ماشي مشكل، غير هي بهاد البصله كتجي رائعه، كتعطيها واحد المذاق زوين وواحد اللون مع الكورجيت، كتجي زوينه. هنا راني كل مره كنطلع ليها كنحركها. ها هي البصله ديالي دبالت، ها نتوما شوفوا. ها نتوما صافي، غادي نغطي عليها. هنا راني طليت عليها المره الثالثه. دابا غادي ندير فيها بطاطا، كل واحد يدير بطاطا على حسب الاشخاص اللي عنده. والكورجيت الكميه كتبقى محدده على حساب عدد الاشخاص اللي كاينين في الدار. انا هنا درت 2 بطاطات كبار، درت 2 ديال القريعات كورجيت. صافي هنا غادي نروي الطنجره ديالي، درت لها الماء طايب باش دغيا تغلى. صافي غادي نغطي ديك الخضره بالماء طايب، الماء غليان. غادي نحرك العناصر كاملين اللي عندي وغادي نغطي عليها وغادي نخليها طيب. ها نتوما كيما كتشوفوا غادي نخليها طيب مزيان ديك بطاطا وديك القريعه. ها نتوما هي كتغلى، هنا راه غلات. غادي نحركها. صافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى طيب. هنا غادي ندوز باش نغلي دوك القشور ديال الكروفيت مع شويه ديال القشور ديال ديك البصله الخضراء. هانتوما راني غسلتهم مزيان القشور ديال الكروفيت، وغسلت حتى دوك البصيلات، داك لتحت ديال البصله ودوك القشور ديالها الفوقانيين باش عطيونا واحد المذاق زوين. درت ليهم الماء، انا كنفضل ندير الماء طايب دغيا كيسربيني، ما كنجلسش نتسنى شحال عاد باش يغلى. هنا درتها فوق البوطه حتى غلا ليا غلاو دوك القشور ديال الكروفيت مع ديك البصيله. صافي غادي ندوز باش نصفيهم، غادي نرطب فيهم ديك الشعريه الصينيه، ديك الشعريه ديال الروز. ها نتوما كما كتشوفوا تيولي عندي المرق ديال السمك، مرق ديال الحوت.
باش تجي ديك الشعريه بنينه، ما تجيش هكاك مرطبه غير في الماء، كتجي باسله. صافي عمرت عليها الماء مزيان على داك المربع ديال الشعريه الروز. اللي بغى يدير الشعريه الصينيه الاخرى العاديه يديرها، ماشي بالضروره هذه ديال الروز. هنا داكشي اللي بقى عندي ديال داك الماء ديال الكروفيت غادي نصفيه، وغادي نزيدو الخضره ديالي اللي تسلقات. ها نتوما الخضيره ديالي راها طابت. غادي ناخذ واحد الموس، غادي نقلب ديك بطاطا واش طابت. صافي راها طايبه مزيان. هانتوما شوفوا صافي راها طايبه. غادي نزيد عليه داك الماء ديال المرق اللي بقى ليا من دوك القشور ديال الكروفيت. هانتوما كما كتشوفوا داك اللي عندي حتى تما في داك الماء اللي عندي في اللي رطبت فيه الشعريه د الروز، حتى هو غادي نردو للطاوه اللي فيها الخضره. صافي كما شفتوا. غادي نقطع ديك الشعريه الصينيه. هنا غادي ناخذ واحد الميكسور، غادي نطحن به ديك الخضيره ديالي. اللي بغى يديرها في مولينيكس يديرها. ها نتوما كما كتشوفوا. صافي غادي نبقى هكا تنطحن الخضره ديالي كامله. ها نتوما شوفوا هي تطحنات. اللي بغى يديرها في مولينيكس يديرها ويطحنها ماشي مشكل. غادي نردها فوق النار حتى تغلى. غادي نضيف ليها ديك الشعريه الصينيه اللي قطعت، ماشي بزاف ديال الشعريه غير شويه. غادي نضيف داك الكروفيت ديالي، راني عندي الكروفيت كبير قسمته على جوج. اللي عنده كروفيت صغير يخليه هكاك، واللي عنده كروفيت كبير يقدر يقسم الكروفيت على جوج. قسمته بالمقص. ها نتوما غادي نخلي الكروفيت راني خليته حتى لاخر لحظه، لان حتى غلات لا سوب ديالي من بعد ما طحنتها، لانه هو دغيا كيطيب. 2 دقائق 3 كاع كافيه هو باش يطيب. هنا هي غلات. هانتوما لا سوب ديالي غلات، خاصها تبقى تغلى حتى تحيد من هذيك الرغوه، ديك الكشكوشه اللي فيها الفوق خاصها تحيد باش نعرفها بانها راها طابت. صافي قبلوها بالتحراك مره مره حركوها. صافي لا سوب ديالي راه ما بقاتش فيها ديك الرغوه من الفوق. هانتوما الكروفيت ديالي راه طاب. صافي راه طايب. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال القزبور. اللي بغى يدير معدنوس يديروه. هنا عندي كاس ديال الحليب. انا في هاد لا سوب راني كندير كاس ديال لا كريم فريش ديال الطبخ. لا كريم فريش كريمه سائله مسوسه. هنا باش نسهل العمليه على كاع الناس اللي بغاو يديروها باش تجي بسيطه وتجي سهله، درت لها كاس ديال الحليب. والناس اللي عندهم لا كريم فريش القشده الطريه مسوسه يديرها، كتجي رائعه. انا هنا راني درت غير كاس ديال الحليب. صافي طفيت على لا سوب ديالي. هنا غادي ندوز باش ندير معكم واحد التحليه، واحد الفلون كيجي زوين بزاف. عندي نص لتر ديال الحليب، عندي 2 ساشيات ديال الفلون عادي ديال درهم، عندي 2 معالق ديال السكر سنيده ولا معلقه حسب الذوق، عندي 5 ديال التمرات، عندي بنانه وشويه ديال اللوز اللي رطبته واحد الربع ساعه في الماء قبل ما ندير هاد التحليه. غناخذ الكاس ديال الخلاط كهربائي غادي ندير فيه نص لتر ديال الحليب. ها نتوما كيما كتشوفوا غادي ندير فيه سنيده. اللي ما بغاش يدير السكر في هاد التحليه ما يديرهاش، لان التمر راه حلو البنان راه حلو، غير حنا الله يعفو علينا من هاد السكر ما كنقدروش نتفارقوا معاه. صافي هنا غادي نضيف داك اللوز قلت لكم رطبته واحد الربع ساعه ولا ثلث ساعه في الماء. درت البنانه. هنا غندير 2 ساشيات ديال الفلون ودرت دوك 5 ديال التمرات. صافي غادي نطحن الفلون ديالي مع داك المكونات اللي ضفت. واحد الفلون كيجي رائع، فلون كيجي زوين. غادي نطحن مزيان. غادي نطحن مزيان هاد العناصر اللي عندي. اللوز والتمر ضروري خصو يتطحن مزيان. ها نتوما صافي راه تطحن. غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نخوي فيها داك الخليط اللي طحنت. ها نتوما راه تطحن مزيان ما بقى فيه حتى حاجه.
اللي بغا يطحنو بالميكسور يطحنو. صافي ها الفلون ديالي راه تطحن مزيان. غادي نديرو فوق البوطة، غادي نشعل عليه العافية وغادي نبقى مقابلاه بالتحراك. هنا اللي جاه القوام ثقيل وبغى يزيد واحد الكاس ديال الحليب، كاس صغير، يقدر يزيدو، لان داك البنان وداك اللوز وداك الشيء عطى واحد القوام ثقيل لهاد الفلون. انا راني كندير جوج ديال الفلون. في الفلون العادي كندير جوج فلون في السيترو د الحليب، ولكن هنا راه جا واحد شويه ثقيل، اللي بغى يزيد شويه د الحليب يزيدو. صافي غادي تبقاو كتحركوا ديك الكاسرونه حتى يغلى مزيان داك الفلون. صافي ها هو الفلون راه غلا، جات طالعه فيه الغليه. غادي نطفي عليه البوطه وغادي نحيدو. ها نتوما كيما كتشوفوا، شوفوا دوك الحبيبات ديال التمر وديال القشره ديال اللوز. صافي طفيت عليه، غادي ناخدو باش نخويه في الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم هاد التحليه. صافي حركوا مزيان داك الفلون ديالكم باش يتخلطوا دوك العناصر كاملين مزيان. صافي ديروه في كيسان ولا في زليفات ولا كل واحد فاش بغى يقدم هاد الفلون. ها نتوما نص سيترو راه ديما كيعطينا ربعة ديال الكؤوس، ربعة ديال الزلايف، ربعة ديال اي حاجه بغينا نديرو كتجي ربعة، باش الواحد يعرف العبار ويعرف العدد الاشخاص اللي عنده في الدار، اللي عنده 8 اللي عنده 6 اللي عنده. المهم نص سيترو ديما كيعطينا ربعة ديال الكؤوس. صافي هنا فرغت الخليط ديالي في الكيسان، غادي نخليه حتى يدفى غير بحراره المطبخ، تيشد راسو مزيان. عاد غنديرو في المجمد، عفوا في الثلاجه ولا في المجمد الا كنتو زربانين باش يبرد. هنا غادي ندوز الفلون ديالي راه قصاح وراه درتو في الثلاجه حتى برد مزيان. شوفوا كي تيجي راه شاد راسو مزيان. هنا غادي ندوز نصاوب واحد لاصوص باش غادي نزين هاد الفلون. اختياري، هادشي اللي بغا يديرو، اللي ما بغاش يقدر يقدمو غير هكاك، يزينو بشي حاجه اخرى هو بغا. هنا عندي شويه ديال الشكلاط، عندي الشكلاط المر. ضفت عليه واحد ربع كاس ديال الحليب، غادي نديرو في الميكرووند حتى يذوب. اللي بغا يديرو في حمام مريم، اللي بغا يديرو فوق البوطه. صافي هنا لاصوص ديالي راها دابت غير في الميكرووند. هانتوما شوفوا ديك الصلصه كي دايره، كتجي زوينه داك الحليب مع الشكلاط. هانتوما كما كتشوفوا غادي تفرقوا ديك الكميه، غادي توزعوها على الكيسان ديالكم. ها نتوما كما كتشوفوا وزعتو كامل، فرقت ديك الكميه اللي عندي ديال لاصوص الشوكولا. صافي غادي نقاد ليهم الوجه ديالهم. هنا انا درت هاد التزيين اختياري، خديت تميرات درت فيهم لوزات، غادي نزين بهم هاد الكيسان ديال التحليه ديالي. ها نتوما كما كتشوفوا. صافي هاد الطبق ديالي كمل، كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه. هنا الاطباق ديالي كملات، لا سوب ديالي بالكروفيت والفلون ديالي بالبنان وباللوز والتمر، كيجيو زوينين بزاف. هنا غادي نفرغ معكم واحد زليفه ديال لا سوب، تشوفوا كي كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. هنا تقريبا هاد لا سوب راها بحال لا سوب اللي درت لكم المره الفايته بالصدر ديال الدجاج.
هادي مخلفه معاها غير بالكروفيت وبالكورجيت وبلا كريم فريش. هادي راه كيما قلت لكم راني كنديرها بلا كريم فريش ماشي بالحليب. صافي هنا فرغت معكم واحد زليفه، راها كتجي رائعه وكتجي شي حاجه مختلفه، وما كتجيش في المذاق بحال لا سوب اللي درت معكم في الاول بالصدر ديال الدجاج. ما كيجيوش كاع كيتشابهوا، لان هذه كتجيب المذاق ديال الحوت كتجي مختلفه. ها انتم كما كتشوفوا، شوفوا دوك القطع ديال الكروفيت راه تيجيو فيها زوينين. ديك الكورجيت حتى هي وديك البصله خضاريه كتعطي فيها واحد المذاق رائع، وكيجيو مختلفين على بعضياتهم. هنا غادي ندوزو للتحليه ديالي. شوفوا كي كتجي، شوفوا داك الفلان كيجي زوين بزاف، واحد القوام رائع، شي حاجه تستحق التجربه. ها انتم كما كتشوفوا شاركت معكم كل شيء. كنتمنى انكم تجربوهم. شوفوا الكيسان كي تيجيو واحد المنظر رائع، شي حاجه زوينه. زينتهم بواحد شويه ديال اللوز كما كتشوفوا. لا سوب ديالي ها هي، شوفوا كي جات. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر، كتبوا لي في التعاليق كي جاتكم. ها انتوما داك الكروفيت كيجي زوين، كيطلق فيها واحد البنه زوينه، مع انني راني درت غير واحد الكميه صغيره ديال الكروفيت ماشي بزاف. كل واحد يدير القياس اللي عنده، واحد 100 غرام 200 غرام اي شويه ماشي بالضروره. المهم هو البنه ديال الحوت كتجي فيها زوينه. كنتمنى انكم تجربوهم هاد الاطباق دياولي، وما تنساونيش من لي لايك ومن التشجيعات ديالكم باش نزيد نعطيكم ديما وصفات جديده. استودعكم الله.